في فيديو النهارده هشرح لكم حدث نجوم المستقبل واقول لكم ازاي تجيبوا اللاعب اللي هو قدم ضعيفة 5، واقول لكم ازاي تجمعوا جواهر ونقاط ترقية تصنيف ودرافتات من الحدث دوت، واحللكم كمان الجليتشات، اقول لكم حل الجليتشات اللي بيكون موجودة في الحدث. فقبل ما نبدأ كده ما تنساش تحط لي اللايك والاشتراك، وما تنسناش من تعليق حلو، ويلا بينا مع الحدث. اول ما بنبدا كده بيتفتح لنا ايه كده، بنقعد نقلب لغايه ما بنجيب حدث نجوم المستقبل اللي هو ده. ندوس انطلق الان، بعد كده نخش على الحدث، هيتفتح لنا الواجهه دي قدامكم. فانا اول حاجه انتوا لما بتيجي انت بيجيلك مثلا عايز لاعب ام هيجيلك اللاعب اللي في النص، انت بتختار على حسب المركز اللي انت عايزه، بتختار اللاعب. بس انا نصيحتي ليك ما تضيعش الاس دي ده من ايديك. اللاعب طاقاته عالمية، غير التطوير، غير يعني في التدريب كويس، في البدني، يعني لاعب جامد يعني. فانا اقول لكم ازاي بقى تلعبوا وتعملوا الحاجات دي. اول حاجه انت بتختار اللاعب من هنا، وما تدوس اعاده شراء ديت. اعاده الشراء دي لو انت مثلا قيدت اللاعب فبيدوس اعاده الشراء وبيرجع لك الكارت دوت تاني. بعد كده بقى بتلعب التدريبات واللي هي نقاط التصريح النجوم ديت، هقول لكم بتعملوا بيها ايه لو انتم مش عارفين. التدريبات دي عادي برضو. هيجي الماتش ديت لازم تسجل هاتريك باللاعب. لو مثلا ما البتاعه ما نفعتش، فانت بتروح جاي عامل اسيستات بي، يعني اسيستات حاسمه بي. فيعني كده، فانت لو ما عملتوش خش ماتش تاني واعمل كده، عشان اللعبه فيها جلitchات وممكن يكونوا عدلوها. ففي الماتش التانية ساهم في تسجيل هي ده اللي انا بتكلم عليه. انت تساهم في تسجيل هاتريك بواسطه اللاعب اللي انت اخترته. فهو انت لو انت مثلا عندك وانت ساهمت وما بيتحسبش، مثلا ما بتعدش في البتاع اللي بتبان على ايدك الشمال ديت، ما بتزيدش، فانت اقعد جيب هاتريك وخلاص، وهي ممكن تظبط معاك. واخر ماتش اكمل 8 تمريرات بواسطه اللاعب. دي بتقعد مثلا تباصي بيه. ساعات مش عارف، بسمع في التعليقات اللي هي على صفحتي على التيك توك، لو انت مش متابعني هناك انزل تابعني، بسمع الناس بتقول مثلا بعمل تمريرات ما بتمشيش معايا، ما بتنفعش. فانت العب ايه، يعني مثلا اقعد جرب بينية اللي هي تدوس باص عادي، اقعد اقطع مثلا 3 كرات، اعمل كده، اقعد ايه. انت بيكون اصلا هو هيبدأ معاك مش اول الشوط التاني، فانت اقعد ايه باصي، اعمل اي حاجه. فانت اعمل اي حاجه كده علشان تتحسب. اول مثلا لما بتتحسب، مثلا لو دوست بيانيه واتحسبت فشوط 3 بيانيات، لو دوست باص واتحسبت فبتشوط الباصات. وبعد كده بتاخد موهبه واعده. دي بتاخد الكارت ال112، واوعى تقيده، ما تعملش غلط اي الناس وتقيد اللاعب ده تخليه معاك، فانت مش هتعرف تعمل ايه. فانت بصوا تخش بقى ايه، تنسى الحدث وتنسى كل حاجه، تخش تلعب مثلا نمط مدير فني، نمط اي حاجه او اي حاجه بتخشها، وتخش تلعب، بتسجل 40 هدف في اي نمط تعملها في الديفيجن رايفل في الهجوم التنافسي. تعملها في الديفيجن رايفلز في الهجوم التنافسي، بتسجل مثلا 40 هدف، هيجيلك 200 ترقية تصنيف، قسمتين ديت لو انت كسبت 5 مطوشة. اعملهم، خش كده على طول. وفي حاجة، انت لو مثلا اخترت اللاعب ومثلا عايز تلعب عليه او ايه، عايز ترجع اللاعب اللي انت اخترته في الاسبوع الاول، فانت هتدوس على السابق، وبعد كده هتتبدل اللاعب اللي انت اخترته باللاعب اللي هو الاول. ديت حاجة يعني لو انتوا ما تعرفوها. فانتوا بتلعبوا بقى اللي هي تقعدوا تلعبوا عادي، وهتجمعوا جوائز 2 مليون ودرافتات وكده، ويعني تجمعوا الحاجات ديت. واول ما انتوا بتخلصوا المهام ديت بتاخد اللاعب الاوفر 117 على طول. لو انت ما تعرفش بتعمل ايه بتصريح النجم، بتخش عليه هنا، وبعد كده بقى بيكون مفتوحه لك هنا في ترقية تصنيف، وفي قناة درافت. لو انت بتشحن برضو هيبقى في حاجات كتيرة، في جواهر، في كل حاجة. يا رب اكون عرفت وضحت لكم الحدث، فما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك، ويلا سلام.